السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي. صحة رمضانكم عواشركم مباركة تدخل عليكم بالصحة والعافية. اليوم حبيت نشارك معكم روتيني البسيط لطاولة رمضان اقتراح لوصفات تكون بسيطة واقتصادية مع هكذا ديكور برستيج. صراحة مع الأول ما كنتش حابة نصور طاولة رمضان مع الشي اللي راهو صاير في غزة، يعني أشقائنا الأعزاء في غزة والله نتأسف كي نشوفوهم كيما هكذاك مساكن ميتين هكذا بالجوع والشي اللي راه صار فيهم. ان شاء الله يا ربي يدعو كامل مع رانا في ايام مباركه، ربي ان شاء الله يفرج عليهم وربي ان شاء الله يسهل لهم وربي ان شاء الله يا ربي تفرج كل امورهم يا رب باذن الله. ومن بعد كي دخلت اليوتيوب نشوف قنوات كامل حطوا هكذا اقتراحات وطاولات، قلت انا ثاني نحط هكذا اقتراحات، ما نحطش كل يوم مي ساعه على ساعه هكذا نجيب لكم هكذا افكار. الشي اللي حطيته باش هكذا أفكار تاعي صراحة حبيباتي للاستفادة فقط. نبداو في الوصفات على بركة الله. أول حاجة حبيباتي بديت هنايا طاجين الحلو راح نديرهم في هذا الطاجين. عندي هنا شوية تاع اللحم قطعته هنا صغير، حبيت ندير طاجين باللحم. راح نديرله هنا مغرفة تكون معمرة مليح تاع السمن، طاجين الحلو صراحة يجيب السمن. عندي 2 عواد تاع قرفة، راح ندير كمية شوية كبيرة. عندي تانيك 2 تاع هذه نجمة الأرض. هذا هو طاجين، وما تنساوش رشة تاع الملح. بعد ما كملت الطاجين راح نشعل عليه النار متوسطة ونحطو. واش عندي تاني؟ عندي هنا كيلة تاع السكر، ونفس الكيلة حبيباتي بنفس الكيلة هذا عندي هنا الفواكه المجففة. هنا واش حطيت هنايا المشماش والزبيب والكيوي، هنا حطيتهم وحدهم. وهذيك العينه حطيتها باش ما تطلقليش كيما راكم تشوفوا نحطوا العينه دائما وحده باش ما تطلقلناش هذاك الكولار. والمزال اللي ما استغناوش عليه. واش عندي؟ حطيت هنا حبيباتي الجفا العينة وحدها، وحطيت هذيك المكونات وحدها. واش راح ندير؟ نحط انا الماء سخون على هذيك المشماش والزبيب وهذاك الكيوي والعينه تاني هنا نحط لهم ماء سخون لازم يولي هكذا مغلي. نغطي عليهم ونخليهم حبيباتي. هنا واش راح ندير تانيك؟ رحت جست لهذاك الطاجين ديالي، وهذوم طواجن حبيباتي دائما نطيبوا عليهم على نار متوسطه. حنا هذا الطاجين تاعي راهو يغلي على نار متوسطه. نحمص شويه هذاك اللحم حتى نتبدل لي هذاك الكولار ديالو. لا ماشي نحمصو هنايا مده طويله، هنا مده صغيره. هنا كيما تشوفوا حبيباتي تحبوا هذا طاجين الحلو ديروه باللحم ولا بلا لحم؟ انا صراحه حبيت نديرو باللحم. هذيك الكيله تاع السكر راح نحي منها 2 مغارف يكونوا معمرين مليح تاع السكر. راح ندير 2 مغارف فقط باش هذاك اللحم ديالي يجي طري. هنا بعد ما كملت راح نضيف له هنا 2 كيلات وربع تاع الماء. هنا اذا درتوه نتوما بلا لحم ديروا 2 كيلات تاع الماء مع كيله تاع السكر فقط مع كيله تاع الفواكه المجففه. انا كعد فيه اللحم راح ندير 2 كيلات وربع، يعني 2 كيلات هكا يكونوا معمرين، وراح نزيد ربع كاس تاع الماء فقط. هنا واش ندير؟ بعد ما كملت راح نخلط هنايا هذا الخليط ديالي وراح نغطي عليه ونخليه حتى يغلي لي ويطيب لي هذاك اللحم مليح كامل حبيباتي. هنا بعد ما طاب لي هذاك اللحم شوفوا هنا كيما نديرولوش السكر مع الاول كيفاه يطيب هنا طري كامل. واش راح ندير؟ راح نجيب انا هذيك الكيله تاع الفواكه المجففه. هنا اول حاجه حبيباتي نتوما ضيفوا السكر هو الاول. هنا راني ضغط كامل. نتوما مي ما ديروا هكذا ثاني نورمال. نتوما واش ديروا؟ ضيفوا هذيك الكيله تاع السكر هنايا وخلوها تغلي 10 دقائق، ومن بعد ضيفوا الفواكه المجففه. أنا هاني ضفت هذه الفواكه المجففة، نضيفوا المشماش والزبيب والكيوي هما الأولين، ونضيفوا الكيلة تاع السكر تاني اللي بقات لنا. حنا بعد ما ضفت هذه الكيلة تاع السكر حبيباتي كما قلت لكم نتوما ضيفوا الكيلة تاع السكر هي الأولى، خلوها تغلي شوية واحد 10 دقائق باش تضيفوا الفواكه ديالكم. أول حاجة هنا حبيباتي أنا كي ضفت هنا ضفت كل شيء مع بعضات. راح نحرك السكر حتى يذوب لي مليح كامل، وراح نزيد له هنايا 2 مغارف يكونوا معمرين مليح تاع المزهر باش يطلقوا لنا هذاك الريح. وطبع رمضان هو الريحة تاع اللحم الحلو كي تولي في الدار. حنا واش راح ندير؟ حنا بعد ما غليت الفواكه المجففة شوفوا هنايا بدات تعقد لي هنايا هذه لاصوص، خليتهم يعقدوا مليح. شوفوا هنا حبيباتي هذاك المشماش وهذاك الزبيب وهذيك الكيوي كل شيء طاب كل شيء كامل. ما بالنسبه للكيوي ما تجيبوش هذاك الكيوي اليابس، جيبوا هذاك الكيوي اللي كشغل كي تمسيه تحسيه كشغل راح يطلق لك في يدك يطلق السكر هكا. بعد ما طابوا لي هذيك الفواكه وعقدت لي شويه هذاك لاصوص راح نضيف انايا هذه العينه ضيفوها في الاخير حبيباتي باش ما تطلق لكمش. والعينه حبيباتي اغسلوها 2 خطرات ولا 3 باش كش ما عندك حوليه ولا فيها هذاك اللي تاعها اللي يطلقوا راح تستغسل ويروحوا. ضفت هذيك العينه مع الاخر. شوفوا لاصوص ديالي هنا راهي عقدت شويه. حنخلي هذيك العينه تزيد تغلي لي شويه، نخليها تغلي لي واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه. شوفوا كيفاه كبرت. ما تغلوش العينه ديالكم بزاف باش من بعد ما تطلق لكمش الكحوليه وراح تتفلق لكم هكذا في المريقه. شوفوا هنا لاصوص ديالي راهي عاقده. نزيد نخليها تغلي هنا نزيد نخلي هذه لاصوص تاعي. شوفوا هنا لاصوص تاعي راهي بدات تعقد. واش راح ندير هنايا مع الاخير؟ راح نضيف هنا نص فنجان تاع ماء الزهر.
وعندي هنا العسيله هذه، جبت هذا العسل راح ندير 2 مغارف يكونوا معمرين مليح تاع العسل، راح يعطونا واحد البنه بزاف هايله وراح يعطونا هذاك الكولور الشابه لهذاك اللحم الحلو. نزيد هنا 2 مغارف معمرين مليح تاع العسيله، والعسيله حبيباتي ضيفوها في الاخير فقط. هنا بعد ما ضفت هذيك العسيله واش راح ندير، راح نزيد نخلي انا هذا الطاجين ديالي يغلي، وانا الطاجين تاعكم خلوه يغلي حتى يدير هذوك الفقاعات الكبار يطلعوا لفوقا. شوفوا هنا لاصوص تاعو راه بدا يتعقد، ولاصوص حبيباتي تاع اللحم الحلو ما تعقدوهاش بزاف، خلوها شويه خفيفه باسكو هنا كل مره راح نسخنوا راح تزيد تعقد لكم. هنا في الاخير بعد ما عقدت لي لاصوص خليته هنا شويه خفيف كما راكم تشوفوا، حمصت له هنا شويه تاع اللوز، ضفتها في الاخير شويه تاع اللوز هكذا. هذا هو طاجين الحلو، شوفوا كيفاه يجي بسم الله ما شاء الله. كما قلت لكم حبيباتي ما تعقدوهش بزاف، خلوه هنا شويه فيه لاصوص هنا خفيفه، وفي الاخير ضفت له هنايا برش تاع حبات تاع القارص وشويه تاع اللوز، وهذا هو اللحم الحلو ديالي. هنا بعد ما كملته درت كميه بسم الله ما شاء الله راح تبقى لي يعني مده كبيره. راح نجوزوا للشوربه. عندي هنا الفخار ديالي، هذا الفخار ماما ما حبيتش تستغنى عليه، قالت لي ديري لي في الفخار القديم ديالي. درت هنا 2 مغارف تاع الزيت وشويه تاع الزبده. عندي طراف تاع اللحم، جبت انا اللحم تاع الخروف، انا درت كميه صغيره فقط باش للبنه، ماشي شرط ان نديرو بزاف. عندي وحده تاع جombo، دائما نحب صراحه نطيب الجombo. ضفت هنا وحده تاع الجombo، راح نضيف شويه تاع الملح فقط باسكو الجombo مالح. عندي مغرفه كبيره ونص تاع طماطم مصبره. نبداو في التوابل. عندي شويه تاع فلفل اسود، نزيد هنا شويه تاع الفلفل العكري مخلط بين حلو وحار. عندي تانيك شويه تاع الكزبر، نكثروا شويه الكزبر باش يعطينا ديك البنه الشابه. نزيد تانيك شويه تاع راس الحانوت، وفي الاخير راح ندير هنا شويه تاع الزنجبيل. هذه هي التوابل اللي استعملتها حبيباتي. راح نسكر الفخار ديالي. وهنا في الاشوار واش حطيت حبه تاع طماطم تكون هكذا مرحيه طايبه مليح. عندي تانيك شويه تاع البصل، وعندي شويه تاع الكزبر وشويه تاع الثوم. هنا حطيت كلشي في الاشوار. استعملوا هكذا حبيباتي هذوك العروق تاع الكزبر ارحوهم هنايا، راح يعطيكم واحد البنه بزاف. راح نضيف هنا فلفل هذا العكري اليابس هكا وحده تاع فلفل. شوفوا الخليط، هذا الخليط ريحته تهبل كامل. كما قلت لكم ارحوا هذاك الكزبر والعروق تاعو في الاشوار مع الطوماطيش والثوم والبصل، راح يعطيكم بنه هايله. راح نضيف انا هذه اللي ضفتها. انا حطيت الفخار ديالي يغلي. والفخار حبيباتي ديروا دائما طيبوا في الفخار ديالكم على نار متوسطه، خاصه هكذا هادو الفخارات يحبوا النار تكون متوسطه، راح يطيبوا لكم ويجوا بنه بزاف هايله. وهنا نحمص هذاك اللحم تاعي على نار متوسطه، نتوما حمصوا على غرضو كامل. شوفوا هنا هذاك اللحم تاعي باش محمص مليح. شوفوا طلق لي هذاك لاصوص. هنا شوفوا واش راح ندير. هنا راني حاطه شويه تاع الماء سخون، راح نمرقها هنايا بالماء سخون باش تزرب تغلي لي ثم ماذا طواجن كيما قلت لكم حبيباتي دائما مرقوهم بماء سخون ولا ما دافي. شوفوا هنا حبيباتي بعد مرقته، شوفوا هذاك الوجه تاع الشريبه ديالي الله الله كيف طلع من الفوقه. انا نزيد نحركها مليح. احنا بعد ما حركتها مليح راح نغطي عليها ونخليها حتى يطيب لي هذاك اللحم كامل. وانا حبيباتي بعد ما طاب لي هذاك اللحم، شوفوا شريبه تاني مام هي كيف عقدت. عندي هنا الفريك، غسلت هنا شلت هذاك الفريك، غسلته واحد الخطره مرات ولا 3، يعني خطرتين ولا 3 هكذا، ومن بعد خليته شويه باش يتنفخ لي، من بعد نلوحو في هذيك الشوربه. انا نلوح هذاك الفريك في الشوربه. ودائما حبيباتي كي تلوحوا الفريك ديالكم حركوا ديك الشوربه باش هذاك الفريك ديالكم ما يهبط لكمش لتحت ويلصق في القاع تاع ديك الطنجره تاعكم. راح نزيد ندير هنا شويه تاع الحميصه. حنا الشوربه تاعنا لازم تولي فيها شويه تاع الحميصه، درت هنا غير شويه فقط. هنا كيما تشوفوا حبيباتي ساعه على ساعه نجي نحرك هذيك الشريبه ديالي باش هنا هذاك الفريك ما يهبطليش من تحت وتتحرق لي. واش ندير، راح نغطي عليها ونخليها حتى تعقد لي مليح. هنا حبيباتي هذه هي شوربه تاعي، شوفوا كيفاه عقادت، وشوفوا هنا الوجه تاعها راه يعطيكم الخبر. راح تجي شوربه بسم الله ما شاء، راح تجي تهبل كامل وبنينه. هنا شوفوا كل شيء طاب، هذاك الفريك طاب وتنفخ بسم الله ما شاء الله مع ديك الشريبه ديالي. هنا راني طفيت عليها. وهنا كيما راكم تشوفوا دائما طاجين ما نطفوا عليها يبقى يغلي. صافي الشوربه تاعكم ما تعقدوهاش بزاف، خلوها شويه باسكو من بعد راح تزيد تغلي في هذاك الطاجين. مع الاخر هنا نزيد لها شويه تاع حبه تاع الفلفل هنا صغيره، ندير لها كميه مليحه تاع الكزبر. الشوربه لازم تجي فحفحه بالكزبر، ورشه تاع النعناع الله الله. دائما عندي شويه تاع النعناع باش ما جبتو نفضته هنا. وشوفوا هنا ندير لها رشه تاع النعناع ونغطي عليها. راح ندوزو للطبق الدوزيام اللي هو طاجين شوا في الفخار. حبيباتي دائما استعملت كل شيء اليوم في الفخار. راح ندير هنايا في الفخار هذا مغرفه تاع زبده، نزيد نضيف لها هنايا 2 مغارف معمرين تاع الزيت.
عندي هنايا طراف تاع اللحم، جبت أنا هذا اللحم تاع البقري قطعته هنايا طراف شوية يكونوا بهذا الحجم شوية كبار، تحبوا ديروا بالدجاج تاني حبيباتي، راح نزيد هنا حبة تاع بصلة مسكرفجة مع سنينة تاع الثوم، سكرفجوهم ولا ترحوهم حبيباتي، راح نزيد هنايا شوية تاع زعيترة وورقة تاع الرند. نبداو في لي زيبيس، أول حاجة نبداو في الجامبو، قلت لكم أنا نستعمل كلشي بالجامبو، عندي حبة تاع جامبو تاع دجاج، هنا راح نضيف حبة تاع جامبو تاع دجاج وما راحش نضيف الملح حتى أبدا يعني، ندير هنا هذيك الحبة تاع الجامبو تاع الدجاج، نزيد هنا لي زيبيس، عندي هنايا شوية تاع زنجبيل، راح ندير هنا تانيك شوية تاع الكركم، ما تكتروش باش ما يعطيناش هاد الكولور اللي بزاف، نزيد هنا شوية تاع فلفل أسود، هذه هي التوابل اللي استعملتهم حبيباتي، هنا هذا طاجين تاعي راه واجد واش راح ندير، راح نشعل عليه النار ونحطو على نار متوسطة. هنا نهز هذا طاجين نحطوه باش نكمل هنا هذاك المكونات، هنا واش عندي هنا شوية تاع سكالوب وعندي تانيك شوية تاع اللحم مرحي راح نتبلهم، ندير لهم شوية تاع الزنجبيل، التوابل اللي راح نديرهم للدجاج راح نديرهم نفسهم للحم، درت هنا شوية تاع الزنجبيل، راح نضيف هنا شوية تاع فلفل أسود، راح نزيد ندير هنا شوية تاع الملح، عندي 2 مغارف تاع الزيت، نضيف ثانيك سنينة تاع الثوم لكل وحدة للدجاج واللحم مرحي تانيك. وعندي هنايا نص هكذا تاع بصل، شوية تاع البصل هكذا باش نرحي كلشي مع بعضات، عندي 2 مغارف تاع لا شابلور، نزيد هنا تانيك شوية تاع المعدنوس، وعندي هنا حبة تاع بيض كاملة ضربتها مليح راح نقسمها ندير شوية راح نديرو هنايا اللحم، وراح ندير شوية الآخر للسكالوب هذاك، وما تنساوش شوية تاع لا موطارد، هنا راني ضفت هنايا ما درتش لا موطارد بصح كي جيت راح نرحيهم درت لا موطارد. ديروا هنا شوية تاع لا موطارد في المغرفة، هنا واش راح ندير، راح نهزهم ونروح نرحيهم، نرحي هذاك سكالوب وحدو ونزيد نرحي هذاك اللحم كامل. هنا طاجين تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي راه بدا يغلي على نار متوسطة دائما، هذاك اللحم تشوفوا هنا حبيباتي، راح نبدا نحمص في هذاك اللحم، ودائما حبيباتي السر باش تجيكم الماكلة تاعكم بنينة وهايلة هكذا، دائما حمصوها على نار متوسطة وخلوها تاخذ غرضها كامل في الطياب. حنا رانا نصوروا لكم حنا في المقتطفات فقط، مي حنا الماكلة تاعنا راح نخلوها أطول مدة كامل، حنا ساعة راني نجي على اللحم هذاك نحمصو ونخليه يتحمص لي مليح كامل ويتشرب لي هذيك البنة تاع لي زيبيس ومام يشرب لي هذاك الماء اللي طلقات وهذاك البصل. شوفوا هنا حبيباتي هذا طاجين شوا ولا طاجين روايال راح يجي بزاف بنين وهايل. حنا بعد ما تحمص لي هذاك اللحم حمصته مليح وخليته يتشرب راح نمرق اللحم هنايا، ودائما ثاني الماكلة تاعكم باش تجيكم بنينة حبيباتي ما تكثرولهاش الماء بزاف، ما تجيش الماء يغلي وتزغلي والماء يغلي، يعني ديروا لها الماء قيس ما يطيب لكم اللحم، لا عاد اللحم زودوا شوية، لا عاد الدجاج ما تكثروش الماء. انا درت هنايا كيما راكم تشوفوا مام هذا اللحم تاع البقري ما ياخذش بن يعني مدة طويلة، وفي الفخار راح يخليه يطيب تمتم. وجبت هنا بعد ما رحيت انا هذاك اللحم وهذاك سكالوب تاني رحيتهم هنايا في الاشوار، في السنيوة هنايا حطيت شوية تاع الفرينة، نبدا نشكل هنا راح نديرهم هنايا كي شغل حربوشات، نبداو في اللحم، ضفت هنا شوية تاع الزيت باش يساعدني في الخدمة، ونبدا نشكل هنا حربوشات نديرهم كامل حرابش هذاك اللحم وهذاك الدجاج، راح نديرهم هنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، وهنا هذه كمية راهي كمية غير صغيرة يعني ربع طرف تاع السكالوب داري بسم الله ما شاء الله، وأنا هذا اللحم درت قيمة 50,000. يعني جابوا لي قمص حمد الكفتة هذه قمص 50,000 وما درتهاش كامل، هنا راني درت غير شوية واللي بقات لي خبيتها باش كاش ما نستعملها إن شاء الله مرة أخرى. هنا شوفوا حبيباتي يعني بكمية صغيرة راح ديري عشا بسم الله ما شاء الله. أنا راح نشكل اللحم تاعي كامل نشكلوه هنا كشغل حربوشات بهذه الطريقة حبيباتي. أنا كيما قلت لكم درت غير كمية من اللحم فقط ما درتش كمية كبيرة، نزيد نكمل هذا سكالوب، مام هذا سكالوب ما كملتوش كامل درت غير كمية صغيرة والباقي خبيته، يعني في رمضان كيما تعرفوا ما ناكلوش بزاف راح نسخفوا فقط. وهنا تانيك حبيباتي نديرو غير بشوية ما نبذروش نديرو قيس يعني قيس أفراد العائلة واش تاكلوا وهذا ما كان. نحاولوا ما نبدروش في هذا رمضان حبيباتي، نكمل نديرهم كامل حربوشات، شوفوا هذه الكمية اللي درتها، درت أنا هذاك اللحم وهذاك الدجاج تاني، نحاول هنا نمرمدهم كشغل في الفرينة، نرمدهم كامل في الفرينة هكذا، ما نكترولهمش فريدة، قيس شوية باك يتشمخوا، شوفوا هنا حبيباتي، وأنا راني دايرة المقلة، حطيت المقلة فوق النار، درت لها هنايا شوية تاع الزبدة، راح نزيد لها هنايا 2 مغارف تاع الزيت.
ونبدا نلوح أنايا في هاذوك الحربوشات تاع اللحم وتاع الدجاج ديالي، هنا نبدا نلوحهم باش نحمّرهم مليح كامل، أنا نخلّوهم حتى يتشواو ويتحمروا مليح، علاه يجي يقولوا له طاجين شوا باسكو هنا راح يجي كلشي مشوي كامل. هنا راح نشويهم مليح، شوفوا هنا حبيباتي، وهنا شوفوا حبيباتي أنا راني قليتهم على نار تكون مليحة، شوفوا هنا كلشي هذاك الدجاج تحمّر مام هذاك اللحم تانيك تحمّر. نكمّل أنا الكمية تاعي كامل نحمّرها بنفس الطريقة، وهنا هاذيك المريقة تاعي شوفوا حبيباتي هنا أنا رحت نشوفها، لقيت هذاك اللحم طاب بيان كامل، دخل له طياب وطاب كلشي هذاك اللحم كيما قلت لكم هنايا داك البقري ما يديناش مدة كبيرة مع هاد الطواجن يخلّوا الماكلة طيب كامل على غرضها ويبقاو غير يغليو، شوفوا هنا اللحم راه طاب لي زبدة، نجيب أنا هذاك الحرابش تاعي تاع الدجاج وتاع اللحم راح نلوحهم في المريقة. هنا بعد ما لوحتهم كامل في المرقة كيما كنت راح نحركهم هكذا ونخليهم هنا يكملوا طياب مع هذاك اللحم وما يدوناش مدة كبيرة، هنا نخليهم يطيبوا والمرقة تاعي تعقد، ومن بعد هنا راني غاسلة شوية تاع الزيتون، غسلته هنا 3 خطرات ولا 4، قبل ما نطفي راح نزيد نلوح هذاك الزيتون يغلي لي غير شوية ونطفي عليه، شوفوا هنا كيفاه يجي. هنا شوفوا حبيباتي، هنا راح نغلق عليهم ونخلي هذاك الدجاج وداك البول تاع الدجاج وتاع اللحم يطيبوا لي بيان كامل، وزيد المرقة هذه تعقاد وتخطير. نغطي عليهم ونخليهم يكملوا ومن بعد باش نلوحوا لهم هذاك الزيتون. وفي الاخير حبيباتي هذه المريقه ديالي بعد ما طابت خليت فيها شويه تاع لاصوص باسكو كانت كميه كبيره، زدت درت لها مع الاخر شويه تاع الزيتون خليته غلا واحد شويه وشويه تاع المعدنوس. هنا راني درت حبيباتي شويه تاع الفلون، راني وريت لكم كامل الروتين وكل شيء واش درت شويه تاع الفلون تاع الشوكولا هنا مع اول رمضان ما ناكلوش بزاف صافي درت حاجه خفيفه ما بديتهاش ديريكتومون بالتحليات. درت هنا شويه تاع الفلون وانا حبيباتي درت هنا ميني بوراك. واش درت هنا قبضت حبه بطاطا قطعتها كي شغل بوتي كاري شويه خشان، قليتها ما تخلوهاش تقلى حتى تحمر، قليتها غير شويه باك تخليها طياب، عاودت نحيتها مرستها هكذا، درت لها انا شويه تاع البصل شويه تاع المعدنوس شويه تاع الزيتون هذاك اللي كحل قطعته وشويه تاع الفخوماج، وهنا راح نضيف لها حبه تاع بيض كامله. كيما قلت لكم البطاطا تاع البوراك تحبوا تقلوها ولا تحبوا تغلوها، انا صراحه دائما نقليها، كي تقلوها قطعوها بوتي كاري خشان ديروها في الزيت تكون هنا ناقصه يعني تغلي على نار شويه ناقصه، غير تولي بيضه يدخلها طيب نحوها ومرسوها راح تجيكم بنه هايله. هذه هي لافاغس تاع البوراك، جبت انا هذا الميني بوراك صراحه بزاف هايل، استعملته أول مرة نستعملو يجي في البوراك ديالو صغيور ومام هذيك العجينة ديالو تلصق كامل. نبدأ نحشي في البوراك عادي حبيباتي، هنا راني سرعت الفيديو باش ما نطولكمش الفيديو، درت هنا بوراك سامبل كامل يعني هادو تاع لي سيجار، درتهم أنا صغار وما عمرتهمش بزاف، أنا حبة تاع بطاطا فقط دارت لي 10 بوراكات بسم الله ما شاء الله. كيما قلت لكم أنا ما عمرت يعني ما حبيتش نعمر لهم، ما كثرت لهمش الفراميج بزاف، درت لهم غير الفرماج قيس هذاك اللي ريحته مع البطاطا وصاي. مع دوكا رانا في رمضان حبيباتي نحاولوا نقصوا شويه ليدام نقصوا شويه لي زيبيس مع المايونيز والفرماج بزاف، ماشي كلشي يجي كل حاجه يحطوها فرماج ماكله مفرمجه، شويه مام الفرماج بزاف حبيباتي راهو يلعب شويه مع ديك ليستوما ديالنا ومع الواحد نهار كومبلي صايم ينقص يدير حاجه شويه تكون خفيفه. هنا كمل نعمر هذاك البوراك ديالي كامل بنفس الطريقه كيما قلت لكم حبيباتي، راني وريت لكم الروتول ديالي، حبيت نشارك معكم كلشي واش درت في نهاري هذا تاع رمضان. وهنا حبيباتي باش تسلكي روحك وباش ما تعياش وتكملي صلاتك وتقراي شويه قران ودخلي كوزينه ديالك شويه على بكري باش هكا تكملي كلشي. هذا البوراك ديالي بعد ما عمرته راح نحطه هنايا، حطيته كامل هكذا ستفتو ومن بعد راح نجيب له هذيك الساشي اللي حطيت ديالو، راح ندخلها هكذا في الساشي ونغطيه مليح كامل نحطه هنا في الفريجيدير من تحت، وقبل الاداء راح نجبدو غير نقليه برك، مام هذه تقدري ديري كميه مليحه وكل يوم تجبدي قاش ما تستعملي، اهم حاجه ما يضربوش الهواء. إحنا راح وجدت تاني هذه تحت تحلية بزاف سهلة، عندي هذه شاورما اللي خبيتها معاكم في هذيك التحضيرات المسبقة، بعد ما جبتها خليتها غير ديكونجيلات عاود قليتها ديريكتومون. عندي تاني هذا الخبز تاع الشاورما خبز تاع التورتيلا هادم، وعندي تاني هذيك لي فروماج تاع لي ساندويتش. وهنا الحشو اختياري حبيباتي، هنا واش درت
جبت هذا الخبز تاع التورتيلا كيما راكم تشوفوا. جبت هنا زوج، هنا زوج راح يديروا لكم بسم الله ما شاء الله 4. جبت هنا زوج تاع الخبز تاع التورتيلا هذا، راح نقسمهم هكذا على زوج، في الوسط نقسمهم على قسمين. هذاك قسمين راح يطلعونا 4. وهنا باش راح نبدا نحشي هذوم لي ساندويتش ديالنا، سندويشات الشاورما هذوم راح يجونا في الفور، يجوا بزاف هايلين ومفرمجين هكذا. واش راح ندير؟ راح نحط النص الاول، نجيب وحده تاع الفخوماج هذا تاع لي ساندويتش حبيباتي، راح نحطه هو الاول. تحبوا ديروا اي صوص، صوص مايونيز، صوص الجيريا كيما تحبوا كامل، هريسه. انا حبيت نديرهم هكذا سامبل برك، ما حبيتش نكثر لهم زغنجيق بزاف. راح ندير لهم انايا هذا الفخوماج تاع الساندويتش، راح نحطه هكذا في الوسط. نزيد لهم انا ندير لهم شويه كونتيتي مليحه تاع الشاورما. نعمرهم هكذا، ندير هذاك شويه تاع الشاورما هكذا. ومن بعد باش نبدا راح نسكرهم. طريقه السكر تاعهم راح نديروا مثلث، ندير وحده فوق وحده. شوفوا حبيباتي طريقه سهله كامل. ندير هذه ومن بعد نسكر هذاك الجهه الفوقانيه كيما هكذا. هذه هي طريقه السكر تاعهم حبيباتي. احنا دوكا ومن بعد راح نوريكم كيفاش لصقتهم. نكمل انا هذم كامل، نكملهم بنفس الطريقه كامل نحطهم، باش من بعد راح نوريكم كيفاش لصقتهم. نكمل نحشي هادوم لي ساندويتش ديالنا بنفس الطريقه. نحط شويه تاع الفرomاج هذاك تاع لي ساندويتش، راح ندير هذيك الشاورما ومن بعد راح نغلقهم هكذا مثلث. راح ندير هكذا طريقه سهله، وحده فوق وحده هكذا. نسكر عليهم مليح. هادو هما حبيباتي كيفاش سكرتهم. شوفوا هنا كيفاه يجوا. دوكا راح نوريلكم كيفاش راح نلصقوهم. جبت هنا شويه تاع الفرينه، ضفت لها شويه تاع الماء، خلطتها مليح كامل. هذه راح تولي هي الغراء اللي تخلينا راح نسكروا هذوك لي ساندويتش ديالنا. راح نسكروهم لتحت هكذا باش ما تخرجناش هذيك لافاكس، ونزيد راح نسكروهم في الجنب هكذا. اول حاجه راح ندير شويه تاع هذيك الفرينه مخلطه مع الماء هكذا، ونضغطوا عليهم مليح مليح كامل. ومن بعد نزيد راح ندير في الطرف هكذا في ديك الجهه اللي كانت هكذا ماشي مغلوقه، ونكمل نفس الطريقه. نسكر هذيك لي ساندويتش ديالنا كامل بنفس الطريقه حبيباتي، ونزير عليهم شويه. ودائما كي تحشوا هذوم الخبز تحت التورتيلا هذا، كي تحشوه ما تحشوش بلا فخص تكون سخونه، باسكو راح يتقطع. دائما لا فخص لازم تكون هكذا بارده. نكمل انا هذا الخبز كامل نديرو نفس الطريقه، نغلقهم هكذا، نزير عليه مليح، خاصة في ذيك الجهة اللي تجي في الوسط هكذا ورانا حاطين هذيك لافاغس. ونكمل مام حتى الجنب تاني كيف كيف. وهذا هما حبيباتي بعد ما كملت حطيتهم هذا في السنيوه اللي تدخل الفور. واش عندي صفار حبه تاع بيض، ضفت لها هنا 2 مغارف تاع حليب. نعاود نطي هذوم لي ساندويتش ديالي كامل بالبيض هكذا من الفوقه. هنا حبيباتي اللي ما يحبش البيض ولا تحبوا ما ديروهمش هكذا البيض، تحبوا طيبوهم ثانيك في الطاجين ولا طيبوهم ثانيك في البانينيز كيما تحبوا كامل. وهنا راح نزيد ندير لهم شويه تاع الفخوماج رابي من الفوقه، وندخلهم للفور، نخليهم يحمروا لي شويه، يدوا لي تحميره من تحت، وما من الفوق نشعل عليهم باش يذوب لي هذاك الفخوماج فقط. صدقوني هذو لي ساندويتش ساهلين، وراح توجديهم في الدقيقه الاخيره وانتي وجدتيهم كامل. هنا بعد ما كملت راح ندخلهم يطيبوا. وفي الاخير حبيباتي هذه هي طاوله تاع نهار اليوم اللي حبيت نشاركها معاكم. طاوله بسيطه، تقديمات بسيطه. هذوم لي ساندويشات اللي حضرته معاكم. شوفوا طاجين الحلو كيفاش شبحته، جا بريستيجي وبزاف هايل. حطيت تانيك شويه تاع الزيتون مشكل مع داك الحار، وداك المرقه تانيك. عندي تانيك البوراك، حمرت هذاك البوراك. شوفوا حبيباتي البوراك ديالي كيفاه جا، راح يجي مقرمش ويهب بالكامل. عندي هذه لي فيغيني، واش درت فيهم؟ من تحت درت فيهم شويه تاع الماسيدوان مخلطه هكذا روز وكاشير وكل شيء، ومن فوق
دقيقة حطيت فيهم شوية تاع شلاضة تانيك ومع حبة تاع طوماطيش ووحدة تاع البيض شوية تاع المايونيز. درت هنايا بطاولة بسيطة. هذا هو ثانيك طاجين شوا حبيباتي لي، طاجين شوا ولا طاجين رويال كل واحد كيفاش يحب يسميه. ثاني وجدت هذاك طاجين تاع الرويال جا بزاف هايل وجا بنين بنين يهبل مع ديك الشريبه جات خضرة وجات عاقده تهبل. شوفوا حبيباتي، هذه هي الطاوله ديالي اللي حبيت نشاركها معكم باش تدوا الافكار فقط حبيباتي. نحبكم نموت عليكم وما تنساونيش بلي لايك.